بس سميتوها دي القناطر الخيرية. سموها قناطر خيرية، ده تاريخ، لأن أمها خيرية، زي جمعية خيرية، زي جمعية خيرية. أي حاجة عايزاها مفيدة، أي حاجة عايزاها مفيدة أنا أدلك بيها. عندي 62 سنة، اتكلم معاكي بأي حاجة أنت طالباها بس يكون بالخير. ما سموهاش كده عشان خاطر هي القناطر بس، عشان فيها كباري كتير مش أكتر. يعني أنت شايف إن هي تسميتها كده؟ اسمها قناطر خيرية عشان احنا عندنا كذا عنطرة اللي هم حاجزين المية في البحار، بس هي اسمها كده. هي اسمها النيل عشان هي تبع النيل هنا. احنا طلعنا محمد علي وجماعه مسمينا كده يعني، ما نعرفش ليه عشان ايه الاساس، ما ندركش يعني. لان امها خيريه. انا ما اعرفش اقول ايه. سميناها لان محمد علي عمل القلعه وعمل الكوبري وعمل فيها الحنيات اللي جوه اللي هي بتهتم بالقناطر لحد دلوقتي. لان القناطر تاريخيه اصلا، بلد تاريخيه. يعني القناطر ما عملتش اي خير في حد عشان كده سميتها؟ لا القناطر بالعكس كلها خير، وبلد الغريب وبلد بتحب الخير لبعضها. خيريه عشان خاطر حضرتك في زوار بتجيلها كتير، في نفس الوقت جمال كتير، فيها معالم يعني زمان احنا نعرف الصغيره اللي هي خيريه على اساس برضه في نفس الوقت الانظمات كتير اللي بتساعد على المصالح يعني، بمعنى مصالح. لان امها خيريه. سميتوها ليه القناطر الخيريه؟ عشان كانت منطقة سياحية بس مش أكتر، ونفسي ترجع سياحية تاني. طب ايه اكتر خير عملته القناطر عشان كده سميتوها؟ عملت خير كتير بس كل ده راح فين بقى؟ راح من أيام الثورة بوظت كل حاجة، خربت الدنيا، ما عملش حاجة صح. خير. ليه اسمها ايه؟ مش عارف. لان امها خيريه. كل حاجة حلوة. زي ايه مثلا؟ زي السياح بيجوا عندنا، حلوة القناطر. عملت خير كتير بس كل ده احنا من ساعة ما اتولدنا من القناطر الخيرية. ساعة ما نشأنا هنا على الأرض نعرف إن دي قناطر خيرية. ولا بالخير يعني. بتاعت الغريب وكده. يعني. الإمام محمد علي كان بين الكوبري والجناين، وكان فيها استراحة الرئيس جوه، وكان جناين جوه، وبس كده السياحة وفيها اسمها خيرية. كده يعني، ما نعرفش ليه عشان ايه الاساس، ما ندركش يعني. لان امها خيريه. أيام محمد علي كان خيري يعني، كان خيري مع الناس وكده، من كده سموها القناطر الخيرية. لان امها خيريه. سموها القناطر الخيرية بحيث ان في اراضي كتير اتزرعت من ورا القناطر اللي اتعملت دلتا كده لمصر.